السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج القوس حبايب قلبي، صفوا النية كده، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي اول مرة بيزوروا قناة ام احمد ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو. حبايبي بقى اولادي واخواتي الموجودين في القناة، حطوا اللايك وشير الفيديو وننزل نكتب كومنتات كتيرة، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. طبعا حبايبي لازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، وانه لا يعلم الغيب الا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عايزاكم يكون عندكم الثقة في نفسكم قوي، لان في حد غيران منك، في حد غيران منك بيحاول يعرف الأخبار. ده غير كمان آه آه انت بتحاول تسيطر على ظروفك المادية، لأن الظروف المادية الفترة دي مأثرة عليك، وانت بتحاول تشوف حاجة جديدة، بتحاول تعمل حاجة جديدة. كمان انت محتاج ان انت تعمل مشروع. عندكم في برج السرطان وبرج كمان الأسد، لا إله إلا رسول الله. في حاجة جديدة انتوا عايزين تعملوها، حاجة عايزين تعملوا فيها قرار، بس القرار اللي انتوا هتاخدوه ده بيخص المادة، يخص الفلوس. كمان في حد منكم بيحاول يعمل قرض، عايز يبتدي بالفلوس دي بداية مشروع، عايزين تعملوا مشروع. كمان في حد منكم داخل في ترقية، في عندكم عمل جديد، في حد هيساعدك الفترة الجاية بإذن رب العالمين. انا مش عايزاكم تفكروا كتير، متقلقوش وتفكروا. ده غير انكم آه بتيجي على نفسكم قوي، بتيجي على نفسكم قوي. بلاش تيجوا على نفسكم خالص، عيش على طبيعتكم وعلى طبيعتكم كده، وشوفوا ايه اللي فيه. كمان انتوا من الناحية العاطفية في عندكم طاقة اهتمام بالنفس، وفي كمان عندكم عرض ارتباط. كمان في عندكم شخص بيفكر فيكوا جامد قوي، جامد قوي. الشريك ده متجوز وعنده مسؤولية كبيرة. الشخص ده حاسس ان هو مضغوط وعصبي وعنيد جدا. برضو انتوا مريتوا بظروف كانت صعبة عليكم، ورغم ان انتوا تعبانين نفسيا وجسمانيا، هو بيحاول يبين لكم واللي حواليه ان هو قوي ومستقر. انت انت انهيت علاقة او بتفكر ان انت تنهيها رغم الحب الجامد للشخص ده. لا اله الا الله محمد رسول الله. انتوا عندكوا كمان برج الميزان، بس انتوا في الوقت الحالي تعبانين. الشريك عندكوا فيه حيرة، الحيرة دي مش عارف ياخد اي قرار. في عندكوا نقلة، في رجوع حبيب، في رسالة كمان جاية هتسعدكوا وتفرحكوا. في رسالة برجوع واعتذار الأيام الجاية دي. عندك في فرحة مع الحبيب. الفترة اللي فاتت دي كان وضع العاطفي عندك كان متقلب، الوضع كان بينكو وكان فيه مشاكل كتير، اون واوف كتير، عدم تفاهم، مشاكل فوق طاقتك. انت في المشاكل العاطفية كانت كتيرة جدا، ان انت ما كنتش عارف تشتغل كويس ولا تخلص عليك ولا تعمل اي حاجة. عمي مربوط في العلاقة اللي انت كنت فيها، كانت ابواب كتيرة كانت مقفولة قدامك، مش عارف تعمل ايه بسبب تفكيرك في الشريك. في رجوع، في اعتذار، كنت هتقع في مشكلة كانت كبيرة، لكن انت حسبتها صح، ربنا اللي نجاك. كمان يعني انتوا عندكوا قوة رغم اللي انتوا شفتوه وعانيتوا منه. عمركم ما بينتوا، وعمرتوا ما بينتوا، ما بتبهروش لحد ضعفكوا. بالعكس، انتوا بتدوا اللي قدامكوا قوة والشجاعة، لكن جواكوا مصدوم وقلبكوا مكسور.
بس انتوا بتبينوا دايما قوة كبيرة قوي. عندكوا علاقة مع برج الجدي، في شغل حلو جدا بينكوا، في عندكوا كمان استقرار، فرحة. الأيام الجاية دي غير الفترة اللي فاتت، لأن انتوا عندكوا بشائر كتيرة حلوة، ودي هتفرحكوا وهتسعدكوا، ودي هتكون من نصيبكم بإذن رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلوا على حبيبي حبايبي وحطوا اللايك. ما شاء الله عليكم، عندكم أدوار، يعني أبواب كتيرة مفتوحة. الهنا والسعد ليكم بإذن رب العالمين، بإذن رب العالمين. لا إله إلا محمد رسول الله. مالكوا على كل ده؟ مش حاسين بالأمان؟ عندكوا قلق، عندكوا قلق، عندكوا في مشاكل كتيرة، والمشاكل ديت مع شريك، وكمان من ناحية أهلك عاملين لك مشاكل، مشاكل كتيرة جدا. لكن الفترة الجاية هيكون فيها العوض، فيها الفرحة، فيها النصرة. لازم تخلي بالك من نفسك، لأن انت حواليك أعداء كتيرة، دايما بيدوك الكلام الحلو، كلام حلو معسول. لكن الكلام ده والضحك على الوش دي مش هو ده اللي جوه القلب، واللي انت حاسه وعارفه. لأن انت ما شاء الله روحانيتك عالية، بتحس مين بيحبك ومين ما بيحبكش، ومين اللي بيمثل ان هو ما بيحبكش. وانت عارف مصلحتك، وعارف مصلحتك كويس. الكلام والرغي عليك كتير، الكلام كتير، كلام كتير عليك قوي، بقى الكلام عليك كمان اكتر من اول. انت بتطلع، وكل مدى انت بتتغير وبتنجح في حياتك، الكلام عليك بيكتر اكتر واكتر. انت ما بقاش فارق معاك حد، مين اللي بيتكلم ومين ما بيتكلمش. كل حاجة بترميها ورا ظهرك وبتكمل. انت مصمم على هدفك، مصمم على الهدف ليك. الهدف ده هو الوصول، الوصول، وان انت تعلى، وان انت تنجح، وان انت تكون متميز الفترة الجاية. ربنا هو اللي هيفرحك وهيميزك، هيميزك عن اللي حواليك. لان في ناس كتيرة حواليك عايزين يوقعوك عشان هما اللي يوصلوا قبليك في عملك. بس سبحان الله، انت ربنا اللي هيرفعك، لان ربنا هو اللي عالم انت قسيت قد ايه في حياتك. تعبت، تعبت كتير. عندكم في ترسيم علاقة، زواج، في فرحة، العزاب المفترقين، عندكم فرحة، في ناس داخلة في حياتكم. الناس دي هيكونوا جواهم ليكوا كده طاقة إيجابية، هيكونوا أوفياء معاكم، هيكون في تعلق كده متبادل بينكم، هيكون في انجذاب قوي وزواج وفرحة. لا إله إلا الله. انت من النوع اللي ما بينساش، بتسامح لكن ما بتنساش. لكن عندك كام موقف مش قادر تنساه، بيكونوا قدامك ومعلمين جواك وحافرين. الموقف ده لو اتعاد تاني، العلاقة كانت ممكن تنتهي، كان ممكن تخلصها. عندكم في تفكير كتير قوي، وناس كتيرة مش شايلاك حمولها وهمومها. يعني كل ده انت متحمل حمل كبير وهم كبير ومسؤولية عليك كتيرة، شايل مسؤولية كبيرة فوق طاقتك وأكبر من سنك. وانت لوحدك، انت لوحدك. الناس اللي حواليك بتستشيرك، وانت واقف جنبهم بتساعدهم، عشان انت شخص متميز قد المسؤولية، قوي.
الدموع نازلة نازلة. ساعات بتبقى بيصعب عليكم نفسكم، بتبقوا مضايقين وبيحلالكوا كده التفكير كده وانتوا قاعدين مع نفسكوا، يعني وانتوا حتى داخلين تناموا بتقعدوا تفتكروا الأحداث اللي تعبتكوا، والحاجات اللي كلها كانت ألم، واللي كانت بتتعبكوا بالفعل، واللي كانت بتحزنكوا. الحاجة اللي كانت بتوجع ما تفتكرهاش، بيصعب عليكم نفسكم. الدموع بتنزل، حتى لو ما بتنزلش من العين بتنزل من جوه القلب، بتبكوا على اللي حصل لكم، على الطعنات، على الغدر، على الكذب، حتى البخل في المشاعر، في الكلام، في الاهتمام، حتى في الفلوس. البخيل بخيل في كل شيء. انت بتهتمي وبتقولوا الكلام اللي يكون بيقوي، وهو بيقول الكلام اللي يهدك، اللي يكسرك، اللي يطعنك. انت تعبت تعبت من كتر الكلام. انت يعني انت مستني الكلمة الحلوة مش بتلاقيها. هو مستكتر انه يطلع الكلمة الحلوة، بيهد، بيوجع، بيهدم، بيخليك تتعب، ما تعرفش مش عارف تفكر صح. دايما بيستكتر عليك الفرحة. انت وشريك حياتك ده في اختلاف بعيد جدا، يعني في كل حاجة، في التفكير، في القلب، في كل حاجة. انت قلبك طيب وحنين، وقلبك كبير، شخص معطاء كتير قوي، بس مستني ايه اللي يقدرك، تقدير، لكن للأسف مش لاقيه. في عندكم انتقالة، ودي هتفرق معاكم، وعندكم في حاجة هتسعدكم وتفرحكم، وهيكون كده أيام هتجيلك كده، هتبقى بالنسبة لك عيد وفرحة وخير ليك، وهتعود عليك بالفرحة اللي انت مستنيها، في حاجات انت هتعملها وهتنجح فيها وهتوصل فيها، وهتكون أحلى أيام في حياتك، لأن انت صبرت كتير. وبعد الصبر ده ايه؟ كبر وسعد وهنا. وعندكم كمان استشفاء جسماني، لأن انتوا كمان عندكم إرهاق كبير. كمان انت ما عندكوش اهتمام بالنفس، فوق الإرهاق والتعب اللي انت فيه، انت مكمل، بتكمل وراك، بتكمل مسؤوليتك، مش واقف. حاول ان انت تهتم بنفسك وتراعيها، حب نفسك، شوف ايه اللي تعبك، وكفاية كده، كفاية تحمل نفسك فوق طاقتها. ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. ما تحملش فوق نقصك، فوق طاقتها. بص لنفسك حبة، حب نفسك. حبة لخبطة كانت عندك، في لخبطة في امورك في حياتك، هيكون في تواصل. عندك في حرف الالف هيكون في تصالح، وحرف النون ده بيدبر لك حاجة. فلازم تركز وتخلي بالك وتفوق لنفسك. عندكم في سفر، وعندك شراء شيء هتجيبه وهيتمنك على خير. ممكن بيت، عربية، الحاجة اللي انت نفسك فيها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلوا يا حبايبي على الحبيب كده عليه أفضل الصلاة والسلام. رسول الله. حطوا اللايك يا ولاد عشان ترفعوا الفيديو. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عندكم فيه تعبين وناس كتير كده حواليكوا زي التعبين. السيرة دي دايما بتتكاب، مش رحمينكوا، مش سايبينكوا.
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي ظلمك واللي تعبك واللي خانك واللي غدر بيك، قول يا رب، لأن ربنا فوق الكل. ربنا هو المنتقم الجبار. عندكم في طريق حلو، والطريق ده انت هتوصل فيه للحاجة اللي انت عايزها. في حد ماشي معاك فيه ان شاء الله بإذن الله. الطريق ده انت هتمشي فيه وهتنجح. كمان انت مكمل مع الشخص اللي انت ماشي معاه. لا اله الا الله محمد رسول الله. في عندك شوية مشاكل، المشاكل دي انت بتحاول ان انت تحلها. كمان كان عندك في مشاجرات عائلية، عدم التفاهم، مش مريحينك اصلا، مش بيريحوك. زي ما يكون كده بيتعمدوا ان هم يضايقوك. ولا لاقي راحة، ولا من قريب ولا من غريب، ولا ده ولا ده. الظلم وقع عليك كتير قوي، واخدين عنك الفكرة مش الحلوة، الوحشة، وما شافوش منك الوحش، وبيلاقوا معاك كل الخير. لكن هما بالعكس. في منكم موجودين في مكان فيه واحدة مش كويسة، المكان ده انت مأذي فيه. المرأة دي لونها خمري، رفيعة، جسمها مش تخين، وطولها وسنها كمان مش كبير. يعني ست ايه، دايما حطاك في بالها، وقاعدة بتخطط وتدبر بأي حاجة تأذيك. المكان اللي انت فيه ده مرشوش في السحر. المكان اللي انت فيه ده مرشولك في السحر من أثرها هي ومن ايديها هي، وهي اللي كانت بترشهولك. هي خمرية وشعرها اسود ومش ناعم، في موجة. المشاكل اللي حصلت لك الفترة دي كانت هي السبب فيها، في وقف الحال اللي عندك، ومشاكل مع الشريك، والخسائر اللي انت خسرتها، والزعل وحرقة الدم، ودايما في بعد ونفور، في تفكير مشتت بينكم. انت استحملت حاجات كتير محدش يقدر يستحملها. ضغط نفسك وضغط نفسك، وهي واقفة فرحانة وبتتفرج على كل ده. يعني بتقتل القتيل وماشية كده في جنازته وبتزغرط. تعابين كتيرة حواليك، لكن ربنا هو اللي بينجي. ربنا اللي بينجيك عشان هو اللي حاسس بيك وعالم بيك. انت ما بتشيلش كره لحد، ولا شر، ولا بتظلم حد، ولا بتيجي على حد. كمان انت بتقف جنب اللي حواليك، و- وياريت الكلام ده كله عاجب. انت بتمسك النار بايديك عشان خاطر الناس اللي حواليك، مستعد ان انت تمسكها كده، وبالفعل مسكتها عشان الناس اللي حواليك. وياريت عاجب حد. عملت زي اكنك ما عملتش. بتأمل بقى اللي يستاهل واللي يقدر. كفاية بقى العطاء ده، العطاء الكتير ده لناس هما بيقدروش ولا أصل. لأن قلت الأصل في حياتك كتير أوي. مشكلة كبير إن أنت عارفهم وبرضه بتعمل لهم الخير. ده طبعك وتربيتك، والطبع بيغلب التطبع. قلبكوا هيفرح. انتوا مستنيين مكالمة؟ عندكوا في نقلة المكان، وهيكون مكان حلو فيه طاقة إيجابية. ربنا يفرحكم. وبعد الانفصال ده هيكون في رجوع. في حد غدر بعد ما اديته ظهرك كده، طعنك وغدر بيك، بس انت مش هتسامحه.
دايما بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وقت أذان بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ما بتفتكر بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ارمي حمولك على ربنا، وانت هتشوف كرامتك قدامك.